متابعين الاعزاء، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل كفتة او كباب الفراخ. احنا معانا يعني اخدت 2 صدر فرخة، يعني بتاع صدور فراخ، وغسلتهم كويس جدا طبعا، وغسلتهم بالدقيق والملح والخل والليمون. قطعتهم وخدت معاهم توم، وخدت معاهم بصل و2 فلفلايه كده، وكزبره وشبت، كلهم في الكبه زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. فرمتهم ناعم جدا جدا جدا، مع حذاري ان احنا منخليش اي سوائل في كل المكونات دي، لان السوائل بتضيع الكفته خالص، مش بتخليها تتظبط معانا. بقسماط طبعا، ممكن نحط معلقه نشا، التوابل كزبره ناشفه، بابريكا، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر. الحاجات دي كلها بتبقى جميله في كفته الفراخ. وسبتهم شويه في التلاجة مسكوا نفسهم، وبعد كده بدأت اصبحهم بالشكل ده. دخلتهم الفرن على الشبكه في صينيه مدهونه سمنه، وخرجوا بالشكل اللذيذ ده. طبعا كنت مجهزه الفحمه الجميله دي، وحطيتها على اساس يديني طعم الشوي. كان طعمه فعلا وريحته جميله جدا بعد ما خرجت من الفحمه. طبعا لازم البقدونس ده مع اي حاجه مشويه بتبقى ليها طعم وليها فايده. ودي بطاطس محمره بالكاتشب وطحينه ومخلل.